وما تحلى ميدة رمضان غير بطاجين الحلو. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله طليت عليكم بطاجين الحلو بطريقة جد سهلة وبسيطة وتحضريه في 10 دقائق. راح نمد لكم كامل اسرار نجاح الوصفة واللون العسيلة الذهبية اللي تجي صافية وبزاف عاقدة وبنينة. الوصفة سهلة وناجحة من أول تجربة. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، خلوا لجام اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. وين اخياتي عندي الفواكه الجافة. انا راح ندير لكم الوصفه هذه بالطريقه التقليديه، ومع الفواكه هذو راهم غاليين بزاف، لهذا حبيت ندير لكم طريقه بسيطه. عندي كيلة من الفواكه الجافة، عندي العينه واللي هي برقوق، المشمش والزبيب، عندي كيلة من السكر، عندي قرفه، ليمون، وملعقه كبيره من المارغرين. هنا خياتي راح نحي البرقوق، يعني العينه راح نحيها وحدها. كما نعرفوا كي نضيفوا لها الماء راح تطلق كامل الكحوليه هذيك تاعها، وهذه الخطوه اللي راح تخلي لاصوص تاعكم ما تجيش كحله وما تجيش اللون تاعها غامق. يعني ضروري تنفخوا العينه تاعكم جيدا بالماء يكون سخون يغلي. هنا راح نفرغ لهم الماء في زوج فيهم حتى يتنفخوا جيدا، يعني تخلوهم 11 دقائق ولا 5 دقائق فقط. اذا كان من النوع الجيد 5 دقائق وصفيوهم الماء هذاك. اذا شفتوهم ما تنفختش معاكم خلوهم حتى 10 دقائق. يعني بالنسبه لكميه الماء والمده تاع الماء اللي تخلوها على حسب النوعيه تاع الفواكه الجافه اللي عندكم. انايا تجيبوا كوكوطه ولا مرميطه كما حبيتوا. انا دائما وكل عام راح نطيب في هذه الطنجره تاع الفخار، يعني نحس بلي العينه تجي فيها بنينه وتجي ثقيله، ما على باليش علاه، لكن انا كل عام نطيب فيها. نتوما طيبوا في من حبيتوا. هنايا في طنجرة راح ديروا كيلة من السكر، راح تقابلها 2 كيلات من الماء. كيلة سكر راح تقابلها 2 كيلات من الماء. حبيتوا تضاعفوا الكمية ضاعفوا فقط الكيلة. المقادير مضبوطة. راح ندير عليها عود من القرفة ولا 2، نضيف عليها شريحة من الليمون، نملحوا الخليط تاعنا ونضيفوا ملعقة كبيرة من المارغرين. راح نحطهم على النار حتى يبداو يغلاو. يعني كي تشوفوا الخليط تاعكم بدا يغلي راح نجيبوا الفواكه الجافه تاعنا ونحطوها مباشره على هذيك السيرو ولا هذيك العسيله اللي طيبناها من قبل. يعني ضروري حتى تشوفوا الخليط تاعكم يغلي. بعد ما نحط الزبيب والعينه كمرحله اولى، بعد 5 دقائق راح نضيف العينه بعد ما نكونوا صفيناها، نضيفها ونخليها حتى توصل درجه الغليان، يعني كما راه واضح معاكم. بعدها راح نضيف عليهم فنجان من ماء الزهر ولا عطر الزهر كما حبيتوا، لكن انا نفضل الماء الزهر تضيفوه في الاخير باش تبقى هذيك الرائحه والبنه تاعو في الطاجين الحلو تاعكم. بعدها راح نخليه حتى يغلى مليح، يعني كل مره خليوه 10 دقائق وضيفوا مكونات اخرى. هنا بالنسبه للمكونات الاخرى حبيتوا تضيفوا لوز، جوز، اي نوع من المكسرات متوفر عندكم. انا كان عندي لوز بالقشور وبدون قشور، يعني ضفتهم في 2 فيهم. هنا خياتي الخليط تاعكم تنقصوله على النار وتخلوه حتى يبدا ينقص ويثقل في القوام تاعو، يعني كي ترفدوه بالمغرفه يبدا يثقل. نخلوه حتى يبرد تماما ونقدموه. هنا خياتي شوفوا بعد ما برد شوفوا كيفاش راهو القوام تاعو، يعني تجي لاصوص هذيك تاعو ولا هذاك السيرو تاعو يجي صافي كالذهب، يعني تجي ما فيهش كامل الكحوليه ويجي ما شاء الله، يعني كما راه واضح معكم. وهذه هي الوصفه الاصليه تاع طاجين الحلو التقليدي. راكم تشوفوا سهل بزاف التحضير وما فيهش كامل تعقيدات، يعني اي وحده مبتدئه ديري ينجح معاك من اول تجربه. هنا راح نقدم طاجين الحلو تاعي. هنا كل واحد وطريقته في التقديم وكل واحد طريقته في التزيين ولكم الاختيار. هنا حبيت نمد لكم نصيحه، اللي يحب يزيد فواكه جافه اخرى كيما الموز جاف ولا الكيوي ولا الاناناس ولا اي نوع من الفواكه الاخرى، دائما كما قلت لكم كيلا كبروها وديروا كل فاكهه شويه شويه منهم، يعني باش تنوعوا. ثاني حاجه وثاني نصيحه خياتي، اللي يحب يضيف التفاح في طاجين الحلو هذا، انا خياتي التفاح يبقى الحاجه الاخيره اللي تضيفوها، يعني بعد ما تقشروه وديروا له كامل الليمون باش يحافظ على اللون تاعو. انا نفضل ديروه بدون قشور، نتوما حبيتوا ديروه بالقشور كما حبيتوا. تخلوه كي تشوفوا السيرو تاعكم بدا يعقد خليوا التفاح تاعكم 5 دقائق وطفيوا عليه، يعني كما تشوفوا التفاح ما يبقاش فيه الروح، وفي نفس الوقت راح يبقى في لاصوص هذيك مده، يعني
يعني راه مع الوقت راح يطرى اكثر. لهذا ننصحكم تخلوه هو الاخر، تضيفوه وخلوه 5 دقائق وطفيو عليه. وهنا طاجين الحلو تاعي راه واجد، يعني شوفوا السيرو تاعو راح يجي صافي كالدمعه، يعني يجي ذهبي وبنين وما شاء الله، وراح تحتفظي به في الثلاجه، يعني الوقت اللي تحتاجيه تجبديه وكوليه بالصحه ولهنا. هنا خياتي الوصفة تاع اليوم ناجحة ومضمونة 100%. نتمنى تجربوها. وكما نعرفوا في طاولة رمضان أنا دائما نديرو يعني 30 يوم ما يخطينيش في الطاولة، لأنه فيه سعرات حرارية عالية اللي راح يعاون الجسم باش يعوض الطاقة اللي فقدها في كامل لا جورني. بالنسبة لمدة الاحتفاظ وطريقة الاحتفاظ، أنا نحتفظ به في الثلاجة عادي، يعني ما راح يخسر معكم، ما راح يتسكر معكم، يبقى محافظ على الشكل تاعو. هنا كي تحتاجوا تجبدوا كمية اللي تحتاجوها، يعني ما راحش تسخنوه كامل ولا تجبدوه كامل وتعاودوا ترجعوه للثلاجة. أنا نفضل تنحوا الكمية اللي تسحقوها وتستعملوها عادي. وإن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش دائما خلوا لي جام اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد إن شاء الله.